تمر السحابة يهمي المطر وترحل عنا ويبقى الأثر وسيرات خير الأنام لنا كغيث هما للدنا واستقر. عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر. هو النبع عذب يروي الظما، هو الدر إن رمت خير الدرر. بنا الشوق عانق أخباره. متابعين الكرام، ونلتقي بكم مجددا في سيرة خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، ونستأنف شرحنا لكتاب الرحيق المختوم للعلامة المباركفوري رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا في غزوة الأحزاب لما اشتدت الأمور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن هناك 10,000 يحاصرون المدينة من جيش الكفار من كفار قريش وقبائل العرب، ومن ورائه غدرت به بنو قريظة وخانت العهد، فأصبحت نساءهم وأطفالهم بلا حماية. هناك جاء خبر إلى النبي من غدر بني قريظة، ضجع ومكث طويلا، يعني رسول الله نعس وجلس كيفكر مدة طويلة. الناس اشتد عليهم البلاء، يعني الناس جد تشد عليهم البلاء. الساعة غلبت رسول الله روح الأمل، وديك الساعة ناضوا ديك يقول الله أكبر، أبشروا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. الساعة بدا كيخطط باش يواجه هذا الظرف هذا اللي طايحين فيه هما دابا، الظرف الراهن اللي هما فيه. وبكى جزء من هذه الخطة هذه، بغى يصيفط الحرس إلى المدينة، يعني باش يصيفط الحرس للمدينة باش بيجوش العيال ويجوش على النساء والدراري يهجموا عليهم اليهود على غفلة. ولكن لابد خصو يعملوا واحد الإقدام حاسم باش يتخادلوا ديك الأحزاب اللي متحالفين مع بعضهم. وبغى يحقق هذا الهدف، وبغى يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف من رؤساء غطفان على يعطيهم واحد ثلث الثمار المدينة، وباش ينصرفوا هما والقوم ديالهم باش يسمحوا في ديك الحفظ القريش يمشوا في حالهم، حيت ما كان عندهم واحد العدد كبير منهم، ويخليوا المسلمين باش يبقاو مع قريش. ديك الساعه يلحقوا بهم واحد الهزيمه ساحقه، حيت هما مدربين كيواجهوهم، يعني عارفين، حيت هما عارفين مدى الخبره قريش والخبره ديال، يعني باش ديك الساعه يهجموا على قريش. ولكن رسول الله قبل ما يعمل ديك الامر هذاك استشار السعدين، قالوا يا رسول الله، اذا كان هذا الامر هذا امرك الله به فسمعا وطاعه، حنا الامر الله ما نرجعوش عليه. وان كان شي حاجه عطسن عنتينا، يعني خطه منك، يعني فلا حاجه لنا فيه، يعني بلا ما نعملوها رسول الله، حيت حنا كنا هاد القوم هادو حنا كنا كنعبدوا على الشرك وعباده الاوثان، وكانوا ما كيطمعوا ياكلوا حتى تمره في المدينه الا قراء او بيع، يعني الا يتبادلوا معنا بشي سلعه ولا يديوها يبيعوها. ولكن دابا الله اللي كرمنا بالاسلام، يعني في ديك الوقت هذاك اللي كنا على الشرك وما كانش كيطمعوا يقربوا منا يديو تمره الا يشريوها بنا ولا يديوها مقايضه، يعني ما عاده باش يديوها. اما دابا اللي كرمنا الله بالاسلام وهدانا ليلو وعزنا الله بك، واش حنا نعطيو له من الاموال ديالنا؟ والله يا رسول الله ما نعطيو لهم غير السيف. وديك الساعه اللي شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا عاشي اصنعه لكم، اللي عزيتوا عليا، اللي شفت العرب رماتكم بقوس واحد، يعني العرب هجمت عليكم بقوس واحد. والساعه سبحانه وتعالى تدخل، يعني صنع واحد الامر باش يخدل ديك العدو ويهزم الجموع ديالهم ويقلل العدد، يقلل الحد ديالو. وكان مما هيئ الله في ديك اللحظه، جا واحد الرجل من غطفان كيقولوا نعيم بن مسعود بن عامر الاشجعي رضي الله عنه، جا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، قال له انا سلمت والقوم ديالي ما عارفينش انني مسلم، وامرني اللي بغيتي نعملو. جا هو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له انتينا راجل واحد وخدل عنا ما استطعت، يعني ماشي ان الحرب خدعه، يعني عمل شي حاجه خدلهم علينا باش يتفرقوا مع بعضهم ما يبقاوش متحالفين. جا هو
مشى ديك الساعه مشى عند بني قريظه، وكان صاحبهم ديك الساعه في الجاهليه، ودخل عليهم وقال لهم نتوما عرفتوا الصحبه ديالي اياكم وما بيننا وبينكم يعني من الصداقه. قالوا يا عندك الحق. قال لهم قريش ماشي بحالكم، قريش نتوما عندكم البلاد بلادكم، نتوما في المدينه هذه البلاد ديالكم والاموال ديالكم والابناء ديالكم والنساء ديالكم، وما تقدروش تمشيو شي موطع اخر تحاولوا على المدينه هذه بحال الوطن ديالكم. وان قريش وغطفان جاوا باش يحاربوا محمد والاصحاب ديالو، وانتم ظهرتهم عليهم، يعني نتوما تحالفتوا معاهم والاموال ديالهم والنساء ديالهم، يعني ماشي في المدينه في مكه، يعني عيقتلوا ويرجعوا في حالهم، يعني ما يصيبهم والو، ما عندهم علاش يخافوا. واذا جبروا شي فرصه باش يتغلبوا على رسول الله غينتهزوها، يعني محمد، ولا غيلحقوا بالبلاد ديالكم غيخليكم منكم محمد وغينتقم منكم. قالوا شنو غنعملوا؟ يعني شنو غنعملوا؟ شنو العمل دابا؟ قال لهم ما تقاتلوش معاهم حتى يعطيوكم الرهائن، يعني يعطيوكم شي رجال من عندهم رهائن باش ولا تقلبوا عليكم تقتلوا ديك الرهائن اللي عندكم. جاو ما قالوا اشرت بالراي، هذا هو الراي. ديك الساعه مشى الوجهه، مشى عند قريش، قال لهم نتوما كتعرفوا الود والنصح اللي بيناتنا؟ قالوا يا عندك الحق. قال لهم اليهود ندموا على اللي نقضوا على محمد والاصحاب ديالو، وانهما رسلوه انه يعطيكم واحد الرهائن، وديك الساعه هما غيدفعوها لمحمد والاصحاب ديالو، قالوا ديك الساعه عليكم غيحلفوا محمد صلى الله عليه وسلم وغيتحالفوا عليكم، واذا سقسوكم الرهائن ما تعطيولهمش الرهائن. ومشى عند ديك الساعه عند غطفان وقال لهم هيداك. ونهار اللي كانت ليله السبت من شوال سنه الخامسه من الهجره، صيفطوا عند اليهود، صيفطوا اليهود قالوا حنايا ماشي في ارض مقام، يعني هذه ماشي الارض ديالنا، وحنايا راه هلك الكرع والخف، يعني الحاجه الزاد ديالنا والحاجه اللي معنا بدات كتقادا، ونوضوا معنا نتوما باش تحالفوا معنا، اجوا محمد من طارو باش نواجهوا محمدا. جاو هما اليهود صردوا لهم، قالوا نتوما عارفين اليوم نهار السبت، وانتوما عرفتوا اللي سبق اللي قبلنا اللي ناضوا خدموا فيه ولا حاربوا فيه شنو وقع المربي عاقبهم. وديك الساعه هذه القصه كنا ذكرناها في قصه اصحاب السبت. ومع هذا حنا ما نقاتلوا معاكم حتى تبعتوا لنا بالرهائن. ونهار اللي جاتهم الرسل ديالهم وصلتهم ديك الرساله، قالت قريش وغطفان والله الا صدقكم نعيم، ديك نعيم عنده الحق. جاو ما بعثوا اليهود قالوا حنا والله ما صردوا لكم شي واحد، خرجوا معنا نتوما حتى نسوا محمدا. قالت قريظه ديك الساعه بصح ديك نعيم عنده الحق. الساعه ديك الفريقين تخادلوا وناضت بيناتهم الفرقه، يعني الفرقه في الصفوف، وديك الساعه بدات كتخر العزائم ديالهم حيت حس كل واحد غدر باخر. وديك الساعه المسلمين كانوا كيدعيو اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، يعني كيدعيو على ديك ولادهم والنساء ديالهم اللي بقاو في المدينه. والساعه دعا رسول الله قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. والدعوه رسول الله طبعا ما كتردش. وديك الساعه سمع الله الدعاء ديالو الرسول ديالو صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعد ما دبت الفرقه في صفوف المشركين. وديك الساعه بداو كيتخادلوا مع بعضهم، ارسل الله عليهم واحد الجند من الريح، وبدات الخيام ديالهم كتقلع الخيام، وفين ما كينوضوا باش يطيبوا شي ماكله باش يطيبوا شي قدر، ديك الساعه كتجرح وتطفي لهم ديك العافيه وتحيد لهم ديك الماكله تقلبها، وشي خيمه كيعدلوها كتقلعها، وما بقى كيقرر لهم حتى قرا مجبور كيف يجلسوا في ديك الموطع. وديك الساعه الله سرد لهم واحد الجند من الملائكه وبدا كيزلزلوه وكيلقيو في القلوب ديالهم الرعب والخوف، بداو كيخافوا. والساعه رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديك الليله البارده القارصه ديك البرد بزاف، سرد حذيفه بن اليمان رضي الله عنه باش يضحي يدخل في وسط الجيش ويشوف الاخبار ديالو. ومشاو هي الخبر ديالو معروف، جبرهم على ديك الحاله وتهيئوا باش يمشيو بحال باش يرحلوا بحال. ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبروا بالخبر ديال القوم. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك الصباح ورد الله العدو ديالو بالغيظ ديالو ما دا خير، وكفاه الله القتال، يعني الله كفاه باش يقاتلوا، وصدق الله وعده واعز الله الجند ديالو ونصر العبد ديالو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزم الاحزاب وحده. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. وكانت غزوه الخندق سنه 5 من الهجره في شوال على اصح القولين. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام المشركين بحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين شهر او قريب من الشهر. وبعد ان المصادر كتجمع ان بدايه فرض الحصار كان في بدايه شوال، يعني مور رمضان، يعني مور في العيد الصغير، يعني في ايام العيد الصغير بداو.
ونهايته في ذي القعدة. وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الخندق كان يوم الأربعين، يعني لسبع باقي من ذي القعدة، يعني في أواخر ذي القعدة. ومعركة الأحزاب ما كانتش معركة خسائر، يعني ماشي معركة خسائر في الجنود وفي يعني في العتاد، ولكن كانت معركة أعصاب، وما جراش فيها شي قتال مرير، ولكن هي كانت أحسن المعارك في تاريخ الإسلام. علاش؟ حيت ديك الساعة تمخضت التخاذل بالمشركين، وان العرب واخا تجمع اي قوه ما تقدرش تجمع ديك القوه بحال اللي جمعت ديك العهد هذيك، يعني 10,000 جندي جمعت. عرفت انها واخا تجمع اي قوه ما تقدرش تستأصل هذه القوه الصغيره اللي طالعه في المدينه، وحيت العرب ما كانتش تقدر تجمع شي قوه بحال اللي جات بها في الاحزاب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجل الله الاحزاب، اللي نصر الله الاحزاب قال الان نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير اليهم، يعني اذا ما باقيش يغزونك حتى حنا غنبقاو نمشيو لعندهم دابا. غزوة بنو قريظة. بنو قريظة كما كنعرفوا أن رسول الله تعاهد معهم أنهم ينصروه، ولا جا شي عدو ينصروه، هما خانوا العهد ومشاو تحالفوا مع قريش وقبائل العرب، وعاد سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا وغدروا به، وكانوا باغيين يهجموا على النساء والعيال باش يستأصلوهم، العيال المسلمين، لولا ديك الصحابية الجليلة عمة رسول الله جرت عليهم. ايوا نهار اللي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينه، جا هو جبريل جا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كيغتسل بيت ام سلمة رضي الله عنها. جا هو قال له: واش نزلتي السلاح؟ قال له: ياه. قال له: الملائكه ما نزلتش السلاح وما رجعتش حتى طلبت القوم، حتى كان بعيد على قريش والعرب. قال له: فنهض بمن معك، يعني نهض بالمسلمين الى بني قريظه، فاني سائر، انا غنمشي دابا معك وغنزلزل الحصون ديالو وغنقذف في القلوب ديالهم الروح. وصار جبريل في موكبه من الملائكه. جا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم امر واحد المؤذن اذن في الناس، قال لهم: اللي كان سامع مطيعا ما يصليش العصر الا في بني قريظه. واستعمل على المدينه ابن ام مكتوم رضي الله عنه، واعطى الراهن علي بن ابي طالب رضوان الله عليه، وقدموا الى بني قريظه. صار علي حتى اذا وصل من الحوض اسمع مقاله قبيحه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموكب ديالو مع المهاجرين والانصار، نزل على بئر من ابار قريظه كيقولوا بئر انا. ومع ذلك المهاجرين والانصار رضي الله عنهم، واخا شهر التعب وشهر القتال وشهر يعني الحصار، ومع ذلك رضي الله عنهم ما تخلف عنهم احدا، يعني كان عندهم التسليم لله ورسوله رضوان الله عليه. وديك الساعه ناضوا من الفور ديالهم وتحركوا نحو بني قريظه، وديك الساعه تركاتهم العصر في الطريق. جاو ما قالوا بعضهم قال: احنا ما غنصليوها الا في بني قريظه كما امرنا رسول الله، انهم صلوا صلاه العصر حتى بعد العشاء الاخريه. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وانما اراد رسول الله بغى نعا باش نخرجوا بسرعه وصافي. الساعه صلوها في الطريق، ورسول الله مع نفسه واحد من الطائفتين، يعني كيقولوا بحال يقولوا الفقهاء، يعني خلاف تنوع ماشي خلاف تضاد، يعني كيقولوا المجمل كما كيقولوا في اصول الفقه، يعني جا القول المجمل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تحرك الجيش الاسلامي نحو بني قريظه ارسال، يعني مشاو بجماعات حتى لحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما 3000 والخيل 30 فرس كان عندهم كيدار. والساعه نزلوا جلسوا في الحصون بني قريظه وفرضوا عليهم الحصار. ونهار اللي اشتدت عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن اسد 3 خصال، يعني عرض على بني قريظه الرئيس ديالو، قال لهم: اما يسلموا ويدخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين ديالو ويامنوا الدماء ديالهم والاموال والابناء والنساء ديالو، وقال لهم: راه نتوما تبين لكم انه هو نبي مرسل، هذا راه رسول الله، وانه هو اللي كتجبروها في التوراة عندكم مكتوب، واما اما غيتقتلوا الدراري والنساء ويخرجوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف ديالهم مسلط، يعني وجهوا بالسيوف ويتحاربوا معاه حتى ولا يتقتلوا على الاخر ديالهم، واما يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصحاب ديالهم ويكبسوهم يوم السبت، حيت هما عرفوا انهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتلهمش يوم السبت. فابوا ما يتفقوا معه حتى في شي خصله من هذه الخصال الثلاث. حينئذ قال سيدهم كعب بن اسد، يعني في انزعاج وغضب، قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته امه ليله واحده من الدار حزيما. قال لهم: زعما نتوما عمر شي واحد فيكم
بات في شي ليله عنده حازم في الراي ديالو، يعني كيعمل شي راي دائما، هايله مخالفين ما تابعين حتى شي راي. بني قريظه بعد هذا رد الخصال الثلاث الا ينزلوا على الحكم ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بغاو يتصلوا ببعض الحلفاء ديالهم من المسلمين لعلهم يتعرفوا شنو غيوقع لهم اذا نزلوا في الحكم ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصردوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صيفطنا ابا لبابه استشروه رضي الله عنه، وكان حليف ديالو، وكان الاموال ديالو الولد ديالو في المنطقه ديالو. فلما راوه قام الرجال ديك الساعه بداو النساء والصبيان كيبكيو في وجهه، ديك الساعه بحال اللي عزوا عليه، قالوا يا ابا لبابه شنو عاد تشوف ولا نزلنا تحت الحكم محمد شنو غيعمل فينا؟ جا هو اشر له بقى يقتلكم، يعني القتل. ديك الساعه عرف بالفور ديالو انه خان الله ورسوله، حيت تسرب الاسرار ديال الجيش، ومشى ديك الساعه ما رجعش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مشى للمسجد النبوي بالمدينه وربط راسو بالارض الجامع، يعني الساريه ديال المسجد، حتى واحد تيحلو رسول الله ديك الخيط بيده ديك الحديد، وانه ما يدخلش الارض بني قريظه ابدا. الساعه اللي بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وكانت تعطل عليه، جا هو قالوا له جاني كان جا عندك وتستغفر له، ولكن دابا اللي عمل ما نطلق له بالمكان ديالو حتى تنزل لي توبه الله عليه. ديك الساعه بالرغم ما اشار اليه ابو لبابه، واخا هذاك قررت بنو قريظه تنزل على الحكم ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا باستطاعه اليهود يتحملوا الحصار الطويل، حيت هما كان عندهم مواد غذائيه متوفره، وكان عندهم الماء والابار والحصول ديالهم كانت مانعه، يعني صعيب تخترقها. ولكن ومع المسلمين كانوا كيواجهوا البرد القارس، يعني كان البرد بزاف والجوع، وكانوا في الخلا، ومع شده التعب اللي كان جاهم، حيت هما وصلوا الاعمال الحربيه قبل بدايه معركه الاحزاب. ولكن حرب قريظه كانت هي حرب اعصاب، الله قذف في القلوب ديالهم الرعب، يعني رجعوا كيخافوا، ودات المعنويات ديالهم كطيح. وبلغ هذا النهايه ديالو اللي تقدم علي بن ابي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وقالوا يا كتيبه الايمان والله حتى ندوقوا اللي ذاق حمزه ولا فتحوا الحصن ديالو، يعني حمزه رضي الله عنه اللي مات في سبيل الله. وبالرغم ما اشار ابو لبابه، واخا هيدا قررت بنو قريظه تنزل على الحكم ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديك الساعه اللي شافوا هذا الشيء هذا بادروا في الحكم، ينزلوا على الحكم ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقلوا الرجال، عملوا من القيود في يدهم، وديك الساعه وكانوا تحت الاشراف محمد بن مسلمه الانصاري رضي الله عنه، والنساء والدراري عملوا معزل عن الرجال في واحد الناحيه. وديك الساعه قامت الاوس الى رسول الله، قالت له يا رسول الله انت عملتي بنو قنيقه، يعني عفيت عليهم وخرجتيهم من المدينه بعد اللي عرفتي، وهما الحلفاء الاخوان ديالنا الخزرج، وهؤلاء موالينا، يعني هادو كانوا الحلفاء ديالنا فاحسن فيهم. قال له واش ما ترضوش يحكم فيهم واحد الرجل منكم؟ قالوا اياه. قالوا فاذا ذلك الى سعد بن معاذ رضي الله عنه، قالوا رضينا، هو السيد ديالو. جا ورسل الى سعد بن معاذ، وكان مجروح وكان في المدينه وما خرجش معاهم، حيت هو كان عنده واحد الجرح اللي صاب الاكحل ديالو في معركه الاحزاب، وجا ركب في واحد الحمار وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبداو كيقولوا ما على كنفيه يا سعد احسن الى اجمل في مواليك واحسن ليلو، يعني احسن ليلو في الحكم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمك باش تحسن فيه، وهو ساكت ما كيهضرش معاهم، حتى بداو كيكثروا عليه. والساعه قالوا جا هو قال لهم لقد آن لسعد ما تاخذوا في الله لومة لائم، ما يبقى يخاف حتى واحد يحكم بالحكم الله سبحانه وتعالى. اللي سمعوا ديك الساعه ذلك منه رجعوا بعضهم الى المدينه، يعني رجعوا ونعاه اليهم القوم، يعني قالوا هادو صافي مشاو فيها. نهار اللي انتهى سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الصحابه، قال رسول الله الصحابه قوموا الى سيدكم. ساعه نزلوا سعد، قالوا هؤلاء القوم نزلوا في الحكم ديالك. قال لهم واش الحكم ديالي نافذ عليهم؟ قالوا نعم. قالوا على المسلمين؟ قالوا نعم. اعرض بالوجه ديالو واشار الى ناحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له رسول الله نعم وعلي. جاء هو قال لهم انا غنحكم فيهم، يتقتلوا الرجال والذريه تسبى وتقسم الاموال ديالو. جاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وكان حكم سعد رضي الله عنه في غايه الانصاف والعدل، حيت بني قريظه بالاضافه الى ما ارتكبوا بالغدر الشنيع كانوا جمعوا باش يبيدوا المسلمين
1500 سيف و2000 من الرماح يعني الفليتشات و300 درع هو اللي كيقيم بها الفليتشا و500 ترس وجحفه. وحصلوا فيها وحصل عليها المسلمين بعد ما فتحوا الديار ديالهم، يعني كانوا بهذا الغدر هذوك كانوا ناويين يهجموا على المسلمين. امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبسه بنو قريظه في دار بنت الحارث امراه بني النجار، وحفر لهم واحد الخندق سوق المدينه. ديك الساعه بدا كيجيب فوج ديك الساعه كيقتلوهم. وكان بعد وديك الساعه بعد في الحبس وجا وقال لهم اللي كان بعد في الحبس الرئيس ديالهم كعب بن سعد، قالوا شنو يعمل بينا؟ قال له افي كل موطن افلا تعقلوا؟ قالوا نتوما في اي موطن ما كتعرفوا والو. قال لهم راه نتوما كتشوفوا اخر كيمشي وما كيرجعش، قال لهم هادو راه القتل صافي. وكانوا بين 600 الى 700 ضربت الاعناق ديالو. وهكذا تم استئصال افاعي الغدر والخيانه، وكانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد وتحالفوا مع الاحزاب باش يبيدوا المسلمين في احرى الساعه اللي كانوا كيمروا بها في الحياه ديالو. وكانوا صاروا بهذا العمل من اكابر مجرمي الحروب اللي كيستاهلوا المحاكمه والاعدام. وتقسم مع هؤلاء شيطان بنو النضير، واخا هو ماشي بنو قريظه، هو اللي مشى حرضهم عليهم. وهذا من اكابر مجرمي معركه الاحزاب هو حيي بن اخطب والد صفيه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. كان دخل على بني قريظه في الحصن ديالهم اللي رجعت قريش وغطفان كما تحالف معاهم وفاء لكعب بن اسد اللي كان تعاهد عليه، حيت هو اللي قالوا لا فشلنا في المعركه اجي يدخل معكم في الحصن تنموت معاكم. نهار اللي جاو به وعليه واحد الحله شاقه من كل ناحيه باش ما يستافدوش منها اللي عايسلبها. وجا هو يدو مجموعه الى عنقه، جا عمري لهم تراسل المعاداه ديالك، يعني المعاداه ديالو رسول الله، ولكن من يغالي بالله يغلب، يعني اللي بغى يتحارب مع الله يتغلب. ساعه قال لهم يا ايها الناس لا باس بامر الله، كتاب وقدر وملحمه كتبها الله على بني اسرائيل. يعني هو غدر ومشى حارب رسول الله وكيسد داكشي قدر الله، هو بسوء الفعل ديالو. ساعه جلس وضربت العنق ديالو. ورسول الله قتل من النساء ديالو امراه واحده، رسول الله مابقاش كيقتل النساء، ولكن علاش قتلت هذه بالقصص، حيت هي كانت طرحت واحد الراحه على خلاد بن سويد رضي الله عنه وقتلاته، وديك الساعه رسول الله قتل لاجل ذلك. وكان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من اللي باقي صغير كيخليه. وعطيه بن القرضي يعني كان ما عندوش اللحيه، يعني رسول الله يعني كان باقي صغير، رسول الله تركه حيا وسلم وكانت عنده صحبه رضي الله عنه. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطه واهله وماله، يعني عطاهم من الزبير يد عند ثابت، يعني وهبهم له، قال له يعني تعمل اللي بغيتي بهم. جا هو ثابت بن قيس قال له قد وهبك رسول الله صلى الله عليه وسلم الي، وهب لك مالك واهلك فهم لك، يعني هما ليك. جا هو قال له الزبير بعد ما عرف ان القوم ديالو تقتلوا، جا هو قال له سالتك بيدي عندك، يعني المحبه اللي بيناتنا الى لحقتني بهاد الاحبه. ديك الساعه تقتلت هو وتلحق بالاحبه ديالو اليهود. واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطه، يعني استحيا منه داكشي اللي وقع له بالظهر. وعبد الرحمن بن الزبير فاسلم، ديك الساعه ديك بنو سلم وله صحبه. واستوهبت ام المنذر سلمى بنت قيس بن سلمى القرظي، جا هو وهبوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحيته فاسلم وكانت له صحبه. وسلموا منهم تلك الليله نفر قبل النزول، يعني قبل ما يتقتلوا، وديك الساعه حماو الاموال ديالهم والدماء ديالهم والدراري ديالهم. وخرج تلك الليله عمرو، وكان هذا الراجل هذا ما دخلش مع بنو قريظه في الغدر ديالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. جا هو شافوا مسلم قائد الحرس النبوي وخلاه، حيت هو عرفو وما عرف فيه يمشي ديك الساعه، حيت هو رسول الله كيقتل غير الضارب اللي تحالف ضده بغى يستأصل المسلمين، اما اللي ما عملوا والو كيطلق له. وجا هو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاموال بنو قريظه بعد ما خرج منا الخمس، وكان كيعطي للفارس 3 الاسهم، سهما للفرس وسهم للفارس، والراجل كيعطيه سهم واحد. وبعث من السرايا تحت اشراف سعد بن زيد الانصاري، وجاب بهم الخيل والسلاح. رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريحانه بنت عمرو بن خناقه، وكانت عنده حتى توفي عنها وهي في ملكه. هذا ما قال ابن اسحاق. اما الكلبي قال هو اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج بها سنه 6 هجريه، وماتت مرجعه من حجه الوداع فدفنها بالبقيع، يعني دفنها بالبقيع رضي الله عنها. ولما اتم امر قريظه اجيبت دعوه الصالح سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم، اللي تقدم الذكر ديالو في غزوه الاحزاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمه في المسجد باش يبقى يزوروا عن من قريب. ونهار اللي تم الامر قريظه انتفضت الجراح ديالو،
وديك الساعه بدا كيتصافد حتى بدا الدم كيسيل منه، وجا هو سعد يعني انتفض ديك الجرح ومات منه رضي الله عنه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال لي حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازه سعد بن معاذ رضي الله عنه. قالوا المنافقين ما اخف جنازه، يعني هو خفيف يعني في المحمل ديالو. جا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه كانت تحمله. وتقتل في حصار بني قريظه رجل واحد من المسلمين هو خلاد بن سويد، اللي طرحت عليه الراحه ديك المراه بنو قريظه، ومات في الحصار ابو سنان بن محصن اخو عكاشه رضي الله عنه. اما ابو لبابه بقى مربوط 6 ليالي، كانت كتجي المراه ديالو كل صلاه كتحلو باش يصلي. وديك الساعه كان مربوط في ديك الجدعانه، وكانت الساعه نزلت على التوبه ديالو على رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا يعني في الليل، وهو في بيت ام سلمه رضي الله عنها. الساعه قامت على باب حجرتها وقالت لي يا ابا لبابه ابشر فقد تاب الله عليك. الساعه طار الناس باش الساعه كلشي مشى باش يطلقوا حتى واحد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهار اللي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم باش يصلي الصباح، ديك الساعه طلقوا. ووقعت هذه الغزوه هذه في ذي القعده 5 هجريه، ودام الحصار 25 ليله. وانزل الله تعالى في غزوه الاحزاب وبني قريظه ايات من سوره الاحزاب علق عليها على اهم جزئيات الواقعه بين حال المؤمنين والمنافقين وتخذيل الاحزاب ونتائج الغدر من اهل الكتاب. والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.